سلام الله عليكم. كل الحركات السياسية والأحزاب السياسية زمان كانت تبدأ في ظل أوضاع معينة لدولة ما، فيها من الاستبداد، فيها من الظلم، فيها من التهميش، فيها من عدم المساواة، فيها تسعى هذه الأحزاب لرفع هذه المظالم، للمساواة بين الناس، للعدالة، لتحقيق عدالة اجتماعية، لتحقيق رفاهية للمجتمع، لتحقيق في أهداف كثيرة تنضوي تحت هذا المكون السياسي أو الحزب السياسي. فكانت معظم الحركات تبدأ كحركات سرية حتى تصل إلى مرحلة ما وتعلن عن نفسه، إلا جماعة الإخوان المسلمين كانت سرية وما زالت سرية. من هو الذي يظل يعمل بسر كمكون سياسي في عصر تعدد؟ ما في إلا القاعدة، داعش، العصابات، المافيا، تجار المخدرات، المهربين، الاستخبارات، الأمور هذه التي تهتم بذاته مش بمخرجاته، تهتم بالذات حقه مش بالمخرجات. فبالتالي هنا تمارس السرية، لكن كحزب سياسي ما أعتقدش. أنا تتأصل لدي فكرة، كل قناعة تتأصل لدي قناعة أنه الإخوان المسلمين هذا لا يختلف عن أي حركة في العالم إرهابية. ليش؟ ما كنت أشتي أقول هكذا، أنا تعاطفت معهم سنين وجبت لهم 1000 ذريعة. عندما أقارن على المستوى، حتى أكون صادق معاكم، عندما أشوف أنا على ذاتي، على نفسي أنا، كيف المواقع حقهم، كيف أخبارهم، أيش ينشروا، أيش يقولوا، أيش الذي يدعي جماعة معينة أو حزب سياسي أنه يسلط موقع معين ولا ناشط معين ولا كاتب معين، جماعة معينة أو حزب سياسي أنه يسلط موقع معين ولا ناشط معين ولا كاتب معين من أجل أنه يغلب مثلا جلال ولا دحان ولا عبد الله ولا حمود، ولا من أجل أنه ينتصر عليه في معركته الوهمية اللي داخله في داره. يستعين بالكذب والتلفيق إيش الدافع؟ إيش الدافع وراء حزب أو جماعة دينية؟ إيش اللي شرع له الكذب؟ الطرق التي تعاملوا بها في موقع اسمه عدن الغد. لو تدخل عدن الغد هذا أول شيء أخذوا اسم الجنوب، هم مش جنوبيين، هم حق الإصلاح الموقع. وليجي إنه مثلا يغلطوا الناس، الكتاب اللي يأخذوا مقالات حق كتاب، تحصل فلان معه مقال واحد من يوم تأسس الموقع، والكتاب حق الإخوان تحصل 70 مقال، 80 مقال، 90 مقال، ودوا واحد، يدوا مقال حق واحد ثاني ما له دخل يتحدث عن ثقب الأوزون، تمام. وبقية الكتاب حق الإصلاح ينخروا في التحالف، وقد يكون دعم هذا الموقع من التحالف. شو البشاعة هنا. التحالف مع الإصلاح يعتبر هو من سندهم، يصرف عليهم مرتبات، مخصصات، ملايين، والقادة حقهم يظهروا أنه إحنا مع التحالف، إحنا مع كذا، وإحنا مع الإمارات، وإحنا مع السعودية. ومواقعهم وكتابهم ينخروا في هذا ما بتحسن من الوضوح. هذه تسمى تفاهة، تسمى حقارة. وفي صبر على الخليجيين عليكم، الصدق. جمال، هم بدو فأخذوا من الجمال الصبر. ولا كيف أنا أنا أدعمك، مرتبك، الحامورة حق مرتك، العسل اللي تفعله، الفستق، اللوز، مقوي الباءة، شقة، كله من المملكة، وتأخذ المخصصات حق الإعلام، حق التلفزيون، حق الثقافة، وتديها الناس ينخروا في جسد هذه الدولة. تسمى الوضوح. هذه تسمى تفاهة، تسمى حقارة. وفي صبر على الخليجيين عليكم، الصدق. جمال، هم بدو فأخذوا من الجمال الصبر. ولا كيف أنا أنا أدعمك،
مرتبك، الحامورة حق مرتك، العسل اللي تفعله، الفستق، اللوز، مقوي الباءة، شقة، كله من المملكة، كله من المملكة. وتأخذ المخصصات حق الإعلام، حق التلفزيون، حق الثقافة، حق، وتديها لناس ينخروا في جسد هذه الدولة. أنا أحدثكم كحزب سياسي، اتركوا جلال الصلاة تقولوا وانت 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 وانت. أنا فرد ما أنا بالحكومة ولا أنا بالدولة ولا معنا أي حزب. يعني جلال الصلاة ينفس بك، لكن أنتم كيف الجرأة هذه عندكم من جاءت؟ عدن الغد هذا مثال، مواقع 10 المواقع تدخل تشوف فيها هلسة الدنيا والآخرة. تبصر الكتاب علشان انه يدروا الرمات في العيون، يدوا لك كاتب يعني من هذا العلمانيين والحداثيين يتخابر على الشرابات حق مارادونا وعلى التيشيرت، ويديك كاتب من حقهم ينخر في جسد الحلفاء حقه. أنا كيف هذا الجماعة تدعي الدين وتدعي إني تعرف الله، وكيف تقدر تعيش بهذا التزييف؟